الاهلي يتواصل الاتفاق على ضم ياسين مرعي من فاركو مقابل 45 مليون جنيه. كشف مصدر داخل النادي الاهلي ان مسؤولي القلعه الحمراء تواصلوا الاتفاق مع نادي فاركو على ضم ياسين مرعي مدافع الفريق لمده 4 مواسم مقابل 45 مليون جنيه لتدعيم صفوف الاهلي. اقترب النادي الاهلي لحسم صفقه ياسين مرعي مدافع فريق نادي فاركو في الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الموسم الجديد. وجدد النادي الأهلي تحركاته في الساعات الأخيرة لإنهاء صفقة ضم ياسين مرعي مدافع فريق فاركو لتدعيم الخط الخلفي استعدادا للموسم الجديد. وكشف مصدر أن المفاوضات عادت بقوة بعد فترة التوقف، مشيرا إلى وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين على القيمة المالية للصفقة مع بقاء بعض التفاصيل المتعلقة بطريقة السداد التي ينتظر حسمها قريبا. ويجيد ياسين مرعي اللعب بقدمه اليسرى والتحضير من الأسفل، وهو ما دفع مسؤولي النادي الأهلي للتفكير في التعاقد مع اللاعب، لأن مدرب الفريق يحب التحضير من الخارج. كما أن اللاعب حقق أرقاما جيدة مع فاركو خلال الموسم الحالي. وياتي تحرك الاهلي في ظل سعيه لتعزيز دفاعه بعد رحيل رامي ربيعه الى النادي العين الاماراتي في صفقه انتقال حر. كما كان النادي قد ضم احمد رمضان بيكم مدافع فريق نادي السيراميكا على سبيل الاعاره قبل انطلاق بطوله كاس العالم للانديه. وتحقق هذه الصفقه العديد من المكاسب لصالح النادي الاهلي، حيث يتمثل اولها هو صغر سن اللاعب، الامر الذي يمكن الاستفاده منه العديد من السنوات المقبله مع الاستثمار فيه لاحقا حال تالقه مع الفريق الاحمر. ويبلغ ياسين مرعي من العمر 23 عام من مواليد 7 نوفمبر 2001، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وسبق له تمثيل منتخب مصر الأولمبي. وشارك هذا الموسم في 22 مباراة من 24 مباراة لعبها نادي فاركو، سجل هدفين وصنع هدف. جدير بالذكر أن مرعي بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وانتقل لاحقا إلى نادي فاركو قبل أن يعود لفترة قصيرة للزمالك، ثم يباع نهائيا للفريق السكندري، ثم يعود مرة أخرى لنادي فاركو على سبيل البيع النهائي. ويتميز ياسين مرعي بقدرته على بناء اللعب من الخلف، وهو ما يميل إليه المدير الفني الحالي للنادي الأهلي الأسباني خوسيه ريبيرو، في ظل ضعف قدرات الثنائي ياسر إبراهيم والمغربي أشرف داري في هذا الأمر.